لو بتدور على عربية اس يو في في مصر، أول عربيتين هيجوا في بالك هما هيونداي توسان وكيا سبورتاج موديل 2024. لأننا كشعب مصري عاشقين للعربيات الكورية. النهاردة هنعمل مقارنة شاملة بينهم ونشوف مين فيهم أحسن. أول حاجة هنتكلم فيها وهي العملية والمساحة. الاتنين بيجوا بنفس الأبعاد تقريبا، لكن الكيا سبورتاج بتدي إحساس أكبر في مساحة الصالون بسبب التصميم من جوه ومساحة الشنطة كمان 591 لتر. الهيونداي توسان تصميم الانتريور من جوه لاكجري اكتر والمساحات متقاربه، لكن في التوسان بتدي احساس انها اصغر شويه من جوه، ومساحه الشنطه 540 لتر اصغر من شنطه السبورتاج بفرق بسيط يعني مش كبير، ودي بوينت الصراحه تتحسب للسبورتاج. تاني حاجة وهي الرفاهية والتكنولوجيا. الاتنين بيجوا بنفس مستوى التكنولوجيا تقريبا، شاشات 12.3 بوصة بتدعم ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وانظمة امان متطورة زي اي بي اس واي اس بي. لكن الكيا سبورتاج فيها خامات احسن شوية من التوسان، والديزاين رياضي شوية عن التوسان برضه. الهيونداي توسان رغم ان الماتيريال بتاعتها مش احسن حاجه، ولكنها بتتفوق في الديزاين من جوه، تصميم عصري وبسيط وبيديك احساس بالاريحيه، عينك بترتاح لما بتشوف الديزاين بتاع الهيونداي. هي هيونداي دايما بتركز في الاريحيه حتى في السواقه بتاعتها. من حيث الاداء الاتنين بيجوا بنفس الموتور 1600 سي سي تربو بقوه 180 هورس باور و265 نيوتن متر من التورك، مع جير بوكس دي سي تي اوتوماتيك من 7 سرعات. الفرق بينهم في اسلوب القياده، يعني الكيا سبورتاج اثبت شويه على الطريق وبتديك احساس رياضي عن التوسان بسبب التعليق بتاعها انشف شويه من التوسان. اما الهيونداي توسان فهي ناعمه اكتر في سواقتها وبتدي احساس قياده اخف واريح شويه عن اختها السبورتاج، لكن مش بفرق كبير برضه. والتسارع في الاتنين قريب جدا من بعض، من 0 ل 100 حوالي 8.8 ثانيه، وهنا مفيش بوينت هتروح لواحده فيهم لان الاتنين تعادل من حيث الاداء. رابع حاجة وهي استهلاك البنزين والصيانة وقطع الغيار. الاتنين استهلاكهم حوالي من 7.5 ل 8 لتر لكل 100 كيلو، وده رقم كويس جدا لعربية اس في تربو. طبعا احنا عارفين الكوريين ما بيهزروش في الاعتمادية. الصيانات الدورية برضو نفس التكلفة تقريبا، بس بعض قطع غيار السبورتاج بتكون متاحة اكتر لان الكيا متعاقدة مع تجار اكتر في السوق المصري. لكن الهيونداي توسان عندها اعادة بيع في مصر احسن من الكيا. هنا برضو تعادل، مفيش بوينت هتروح لواحدة فيهم. نيجي لحتة السعر. الكيا سبورتاج سعرها بيبتدي من 2 مليون ل 2.6 مليون جنيه. الهيونداي توسان سعرها بيبدأ من 1,800,000 ل 2.4 مليون جنيه، وطبعا السعر ده بيختلف على حسب العربية زيرو ولا مستعملة، أو على حسب الفئة الكام. ودي بوينت تتحسب للتوسان لأن قيمة مقابل سعر كويس جدا الصراحة. اخر حاجه وهي الخلاصه، لو عايز عربيه واسعه وشنطتها كبيره وتديك احساس رياضي شويه وكمان الماتيريال بتاعتها احسن، فاعتمد الكيا سبورتاج هتناسبك اكتر. اما لو عايز عربيه مريحه اكتر في السواقه والريسل بتاعها قوي في مصر والديزاين بتاعها من جوه احسن، فالهيونداي توسان هتكون احسن ليك. وفي النهايه يا جماعه الفرق بينهم مش كبير خالص، لانهم مبنيين على نفس الاساس، ولان شركه كيا هي شركه تابعه لشركه هيونداي، فبيشتركوا في قاعدة البناء والموتور وكل حاجة، اللي بيختلف بس التصميم والأذواق مش أكتر. وبس كده، لو الفيديو عجبك دوس لايك وسبسكرايب، وما تنساش تتابعني عشان يوصلك كل جديد. وبتأسف عن التأخير ده كله، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. واقترحوا عليا مقارنات بين العربيات. وبس كده، سلام عليكم.